طلع النحل كله مطرد برا. جيت لقيت هاي النوية قاعدة تطرد. واو، شايفين السبب شنو السبب؟ السبب انه انا هسه بالنهار يعني انا حطيت هنا جديد هاي النوية، فكان اكو هنا عندنا هاي الكرتونه هنا مسويه في واقع الكرتونه فصايره شمس، فالنحل ما مرتاح بهذا المكان، الشمس مأذيها فطردت. شوف النحل كله طلع من هاي بعدها يطلع النحل، شوف بدا يطلع. لكن وين الموضوع اللي مريحني اني؟ انه انا مخلي حاجز ملكي، وشوف الملكه هذيك مدة قبل تقدر تطلع. شوفوا الملكه بعد تحاول تطلع ما تقدر تطلع. فايش راح يسوي النحل؟ راح يبدي يرجع مره ثانيه للطرد. ليش؟ لان الملكه جو محبوسه، انا حاط عليه حاجز ملكات، ولذلك انا دائما اوصل حاجز الملكات، اقول هذا حتى في سبيل شنو حاجز الملكات؟ يضمن لك انه انت بحاله تكون انت ما موجود او بعيد عن النحل ماله وطردت الخليه. شوف هاي الملكه بقى، هاي الملكه وعلى الملكه تحاول تطلع، بعد تحاول تطلع، هاي الملكه تحاول تطلع. ليش؟ لانه ما ارتاحت بالمكان. شايف؟ النحل طلع بده يحاول يسحب الخليه، يسحب الملكه، طلع الملكه. هسه النحل ايش يسوي بعد؟ النحل بلش النحل يرجع. شايفين 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 شايفين؟ بلش النحل يرجع المكانه لانه ما قدر يطلع الملكه. باع النحل كلياته باع النحل باع النحل بدا يلتم ويرجع مره ثانيه للخليه. شايفين؟ هاي فائده الحاجز الملكي اللي انا اقول لكم دائما اخلي حاجز ملكي لا انساه. طبعا انا هو الغلط من عندي، الصوت من عندي. ليش؟ لانه ما شفت الشمس. انا كانت هاي الكرتونه محطوطه هنا، فكان شو اسمه واقع الكرتونه، فصاير اكو شمس هنا، فهذا الشمس يعني خلى الملكه تحاول تطلع. هسه النحل ما لقى منفذ، الملكه ما طلعت، فبدا النحل يرجع لمكانه الطبيعي. طبعا هذا الموضوع غير صحي، يعني غير صحي بالنسبه للنحل، لانه لربما النحل هسه اذا الملكه ما قدر يطلعها احتمال يقضي عليها. فهسه احنا شو نسوي؟ راح نحاول نغير المكان ونرتب الموضوع للنحل. هاي الملك شايف بدا النحل يرجع لمكانه لانه الملكه ما قدرت تطلع، فيحاول يطلعها للملكه ما قدر يطلعها، وبهاي الحاله بدا النحل يرجع لمكانه. هسه احنا شو نسوي؟ نسوي في نرجع ظل هنا، نرتب عليها ظل. عن هاي النويه اللي طردت، فاحنا اذا تركنا النحل يرجع والملكه جوا محبوسه ممكن يسوي مشكله، لانه هو بعد خلص بدها تطلع. فاحنا سوينا شلنا الملكه حطيناها بهاي القفاص وحولناها بهاي الخليه. جبت هاي الطرد خليته هنا قريب من عندها ونزلت به هذا الاطار، اطار حضنه بسيط واطار فارغ غلق. فهذا الاطار الحضنه نزلته ونزلت الملكه هنا. بعد شويه نشوف النحل كله تجمع واجى دخل هنا بهاي الخليه، وصار عندنا هنا تطريد تقدر تقول عليه صناعي وتقدر تقول عليه طبيعي، على اعتبار هم طلعوا طبيعيا لكن صناعيا احنا وجهناهم على المكان اللي يريدونه. هاي الملكه اللي قاعد تشوفونها بدها تعيش حياتها هنا طبيعيه والامور طيبه وتمام التمام مثل ما تشوفون. هنا النحل مستقر، وصار عندنا بعد ما كان نويه مثل ما تشوفون نافلين تحول الى طرد. فان شاء الله هنا راح نضيف له شويه نحل على شويه حضنه، ويصير هنا عندنا عمليه تكاثر خليه جديده. وبهاي الطريقه احنا حولنا الطرد منا الى هذا الطرد، صار هنا التطريد الطبيعي. وهيجي احنا الحمد لله والشكر مشينا الامور، ارضينا غرور الملكه بالتطريد وجلسناها بهذا المكان، فنتحول الى طرد طبيعي. السلام عليكم، تحياتي للجميع.